السلام عليكم. مش عارف ده الفيديو رقم كام اللي أصوّره تقريبًا عاشر، 15 ما أعرفش. عِدت الفيديو كذا مرّة وحاسس كل مرّة لأ، مش أحسن حاجة. فقررت بقى المرّة دي هانزّله زي ما هو. طبعًا لو في حد هيمِل ممكن يسرّع الفيديو في 1.5 أو يعمل لايك أو يعمل سبسكرايب. فالمهم يعني إن أنا عايز أتكلّم عن موضوع وهو الperfectionism يعني حلو ده. بيبقى الواحد عنده عقدة الperfectionism لدرجة إن هو ما بيعملش حاجة، بس كده، خايف يغلط. حرفيًا، في ناس أصلًا بتبقى خايفة تغلط، اللي هو أنا لازم أكون مجهّز 100% عشان أقدّم على شغل. لأ، لأ والله، باقول لنفسي وباقول لك وباقول لها وباقول لنا كلّنا. فأنا جاي بس النهارده أقول لك إحنا مش لازم نبقى 100%. عارف أنت الmeme اللي صاحبك بيبعته لك أو عارفة الmeme اللي صاحبتك بتبعته لِك، اللي هو ما تجرّب يا أخي، ما تجرّب يا أخي، ما جايز تطلع بتعرف، مش جايز تطلع بتعرف، أنت ما تعرفش قدرات نفسك. أحيانًا تبقى مش عارف قدرات نفسك الحقيقية أو بتشُك في نفسك أو محتاج تجرّب. يعني مثلًا أنا كنت عايز أعمل الفيديو ده من شهور، من كتير جدًا، بس للأسف كل مرّة كنت باصوّر بصراحة وأعيد تصوير وأعيد تصوير وفي الآخر جميل لأ هامسحه بقى. ممكن أمسح ده، ممكن، بس في الغالب بقى المرّة دي لأ، يعني أنا واخد قرار وعازم النيّة إن شاء الله هانزّله زي ما هو. ليه؟ كل مرّة أقول إيه، أصل ده مش أحسن حاجة، أصل لأ، أصل أنا مش جاهز دلوقتي، أصل الإضاءة مش أحسن حاجة، أصل مش عارف إيه. والمشكلة مثلًا اللي هو قبلها وبعد قبل ما تتصوّر خلاص هي المرّة دي المرّة دي هي المرّة اللي أنا هاخد فيها الإمكانيات الموجودة واشتغل على بالإمكانيات المتاحة وادوس على نفسي وهاجرّب واكسر الحاجز وبتبدأ بحماس وهوبا زي دلوقتي كده حاسس إن أنا فاقد الشغف وأنا باتكلم في الفيديو، بس هانزّله عشان أكون حطيت أول خطوة، أول فيديو إن أنا أطلع أتكلم. بعد كده أشوفه طب ما أجرّب تاني بقى بشغف، طب ما أجرّب التالتة بشغف أحسن، طب ما أجرّب التالتة بscript، طب ما أجرّب الرابعة بmontage كويس، طب ما طب ما كذا، طب مرّة في التانية في التالتة في الرابعة. لكن أنا طول ما أنا برّه ما حطيتش خطوة أنا مش هاعرف إيه الصح، إيه الغلط. مش هاعرف مثلًا إن حد ممكن عليَّ يقول لي طب الإضاءة فيها كذا، الصوت فيه كذا، آآ طريقة الscript كذا، ما يطلعش في فيديوهات تاني خالص. يا عم ما باحبش أشوفك مثلًا، عادي هو مش شرط الناس كلها تحبني يعني. فأنا لو ما جرّبتش مش هاعرف. في حاجات كتير أوي في في الحياة، يعني حتى مثلًا في التطبيق مثلًا، التطبيق مثلًا في البرمجة مثلًا أو في البرمجة تحديدًا يعني، في أي حاجة عامةً، أنت بقى تتفرّج، طب ما تيجي تجرّب، ما تطبّق اللي أنت اتعلمته ده، هتعرف منين إنك صح والّا غلط. بتشوف tutorials كتير جدًا، tutorial هِل بقى، أنت داخل بقى tutorial أصل أنا مش هاعرف أعمل لوحدي، طب جرّبت؟ أصل أنا هاغلط، ما أنت هتغلط، ما أنت لازم تغلط عشان تتعلم. اتعلم تغلط، يعني لو اتكلم الفيديو ده النهارده كده وطلعنا بحاجة مفيدة من الرغي ده كله، اتعلم تغلط، اتعلم تجرب. ايه المشكلة؟ يعني انا مثلا كنت بصراحة بخاف اتكلم قدام الناس في تويتر مثلا او كده. فتحت تويتر وقلت يلا ما بتضايقش واتكلمت وبراحتي، فاهم؟ بس الموضوع كان لذيذ قوي وحسيت ان انا براحتي فعلا وبتكلم براحتي. ايه المشكلة؟ كنت مثلا بخاف اتكلم قدام ناس واعمل برزنتيشن. دخلت انا عملت برزنتيشن في مره برضه ودخلت وعادي واتكلمت براحتي واتعلمت كتير جدا. على عكس ما كنت اصلا مش هروح البرزنتيشن. انت ما خدتش خطوه ما خدتش حاجه في البرزنتيشن يعني قويه. بس اتعلمت، كسرت حاجز. لو ما كنتش رحت ما كانش هيحصل حاجه خالص من دي. فانت لو ما رحتش او انت لو ما رحتيش وخدت الخطوه فمش هيحصل يعني لو كنت صفر فهتبقى صفر. على عكس ما تاخد الخطوة مثلًا، على عكس ما تروح خطوة و2 أنت على الأقل أنت عرفت في كذا، عرفت في عرفت خدت خبرة هنا. في مثلًا كان شغل أنا رُحت في شغل جديد مثلًا، أقول لأ أصل الشغل ده مش أحسن حاجة، أصل أنا مش جاهز، أصل خدت الخطوة وجربت، اتعلمت. لو أنا ما كنتش رُحت مش هاتعلم حاجة، كنت هافضل زي ما أنا. كسر الحاجز ده مهم أوي، الخطوات مهمة أوي، إن إحنا ما نتكسفش، وما نحكمش على نفسنا بنفسنا. لازم نعرف آراء الناس اللي حوالينا. أحيانًا في حاجات الواحد يبقى شاطر فيها بس مش عارف نَفْسه أو مش واثق من نَفْسه كفاية. بس فشارك ما تتكسفش. أنا باقول لنَفْسي وباقول لكم الموضوع مُمِل شوية آآ ومخيف شوية في الأول، بس إيه المشكلة؟ أنا لازم أجرّب. ما تخلّيش الحياة تجبرك إنّك أنت
تتحط في موقف، يعني أنت روح له برجلك، ودي عن تجربة شخصية. أنا كمان عايز آخد الخطوة، عايز آخد الخطوة في حاجات كتير أوي، فما تخافش، ما تتكسفش. ما حدش هيحكم عليك، ولو حتى حد حكم عليك إيه يعني؟ مين يعني اللي هيحكم عليك؟ إيه هيغيّر مسار حياتك من رأيه أو من رأيها أو من رأيهم كلّهم؟ ما حدش هيغيّر حاجة. بس أنت اللي هتفرق معاك الخطوة دي، لازم تتحرّك، لازم تروح، لازم تروحي ونتحرّك كلّنا بجد. ما هي لازم نغلط بجد، يعني سواء بقى إحنا مثلًا بنتعلّم في tutorial كتير جدًا، نرمي الtutorial كده ونقعد نجرّب بإيدينا مرّة لازم نغلط مرّة، لازم نجرّب مرّة، لازم ننزّل الفيديو ده مرّة عشان نقول أنا الفيديو ده كان فيه أخطاء كذا، 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 حلو أوي، هاتعلّم المرّة الجاية أعمل حاجة جديدة. وأنا بامنتج المونتاج ده ممكن نمنتج مثلًا بدل كامتازيا اتعلم بريمير مثلًا. طب في كاب كات أسهل، طب في كذا أسهل، طب في كذا أحسن مثلًا، طب الeffects دي كذا، طب الصوت ده كذا، طب الصوت ده كذا. لو ما جرّبتش مش هاتعلم حاجة جديدة، هافضل زي ما أنا. فلازم أجرّب ولازم أنزّل الفيديو ده. وبس كده. رسالتي الأخيرة للأهل، آه، للأهل، لأهلي وأهلك وأهلها. الرسالة بتاعتي بصراحة يا ريت ناخد بالنا إن عيالنا، حاسس إن أنا كبّرت الموضوع أوي، بس لأ بجد، بجد بيفرق جدًا إن إحنا ندّيهم فرصة إن هم يغلطوا، ما نقفلهمش على الواحدة. لمّا يغلطوا يعني نتعامل مع الغلط ده إن هو ما عملش جريمة، طالما هو في نطاق اللي هو مش حرام، مش حاجة تُخِل بالعُرف يعني. آآ خَد قرار غلط مش مشكلة، لازم نتعامل معاه بهدوء ونعلّمه يغلط ويتعلّم من الغلط إزاي. طب وإيه اللي استفدناه من الغلط؟ عشان ياخد الأريحية دي. بلاش تنمُّر، يعني مثلًا بلاش تنمُّر، أصل أنت يا اسطى غلط طب ما يغلط، يعني مش فاهم. أنا كنت باعاني من المشكلة دي لفترة كبيرة، إن أنا كنت بسبب الموضوع ده آآ كنت مثلًا باخاف أغلط. فلأ، فنخلّي بالنا من عيالنا آآ ونحاول نراعيهم ونعرف إن هم لازم يغلطوا ولازم يتعلموا من غلطهم، ويا ريت نسيب لهم المساحة دي. وأنت كمان اتعلم تغلط وما تخافش، ما حدش هيحاسب على حاجة غيرك أنت. سواء غلطت هتتعلم وتكسب، ما غلطتش برضه ما حدش هيقول لك أنت ما غلطتش ليه. بس كده. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وبإذن الله بقى يكون مترتب له بشكل أحسن. وبإذن الله الفيديوهات الجديدة في كورس البوت كامب بتاع البن تيستنج إن شاء الله هتكمل بطريقة مختلفة، وحاجات حلوة أوي لذيذة بإذن الله نكملها. بس وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. السلام عليكم.